هتاف يلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. أقبح الدنيا وفيها أنتم. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، نرحب بكم في برنامجنا، برنامج ساعة شباب، والذي يكون منكم وإليكم بإذن الله. دعوني باسمكم وباسم البرنامج أرحب بأخي وصديقي ومن يصحبني في التقديم عبد الرحمن برهان. أهلا وسهلا عبد الرحمن. حياك الله أخوي عبد الرحمن، وحيا الله المشاهدين الكرام، ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما ذكر أخي الفاضل، برنامج ساعة شباب هو برنامج منكم وإليكم أيها الشباب، وله من اسمه نصيب، فنأمل أن يحوز بإذن الله على رضاكم وإعجابكم. ولتكون الصورة أوضح مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، دعونا نستعرض وإياكم طريقة سير البرنامج. سنبدأ وإياكم بفقرة جلسة سمر، والتي سنستعرض فيها مواضيع الشباب الدارجة ونتناول فيها أطراف الحديث ونتبادل فيها الآراء. ثم نذهب بعدها إلى فقرة حول العالم، وهذه الفقرة التي نزيد من استطلاعنا ونسافر بعقولنا حول الدول إلى دولة من دول هذا العالم لنكتشف آثارهم ونتعرف على معالمهم وتاريخهم. ومنها إلى عالم التقنية، حيث نستعرض آخر المستجدات وننظر في آخر التقنيات، وصولا إلى المجال الرياضي لنعقب فيه على أهم الأحداث الرياضية في مختلف الرياضات العالمية من كرة القدم وغيرها. أيضا لا نستغني متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان عن اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة، أو تعليقاتكم ومداخلاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإذاعية. وإلى أول فقرات هذا البرنامج وجلسة سمر. حياكم الله مستمعين الأفاضل في جلسة سمر. طبعا يظهر لي عبد الرحمن أنه سيكون المحتوى دسم وثري بإذن الله. نعم بإذن الله، ونأمل أيضا أن يحوز على رضا الجمهور. خلني أبدأ معك عبد الرحمن في موضوع الرقني وأشغل بالي لفترة، وهو موضوع الشهرة على منصات السوشيال ميديا. أصبح الموضوع سهل والوصول إلى القمة فيها غير مستبعد. يعني تجد كثير من الناس عندهم ملايين المشاهدات وملايين المتابعات بدون محتوى ظاهر أو هدف واضح، فأصبحت القمة، أو نقدر نقول أنها ليست بقمة، لأن الوصول إليها أصبح سهلا. نعم، ويعني سبحان الله عبد الرحمن، أنت جيت على الجرح. هذا الموضوع موضوع حساس جدا وخطير، لأنه زي ما ذكرت أنه القمة أصبحت ليست بقمة، فبالتالي الوصول إليها أصبح سهلا. وأيضا نجد أن الساحة مليئة بالتافهين، وعندما نقصد بالتافهين لا نقصد الناس الذين لديهم بعض المواهب، فنجد مثلا صاحب الصوت الجميل لديه محتوى، وممكن يكون هذا الشخص لديه متابعين بسبب صوته الجميل، وتجد الآخر له من الطرفة والكوميديا الشيء الكثير، فبالتالي يتابعون الناس ليضحكون ويستمتعون. فهؤلاء الناس نحن ليست لدينا مشكلة معهم، لأنهم في النهاية لديهم محتوى. أما مشاكلنا مع الناس الذين ليس لديهم محتوى البتة، هؤلاء الذين يعني يتصدرون المشاهد ولديهم متابعين الكثيرين. نعم، وكثير من الأفكار في هذا تروج وهي غير سليمة. يعني في أفكار اجتماعية قد تكون سيئة، قد يكون فيها خلل، تروج بشكل ظاهر أو بشكل غير ظاهر. وفي المصيبة والداهية الأعظم يا عبد الرحمن، حين تروج لأفكار خارج إطار الشريعة الإسلامية، أو خارج إطار الإنسانية ككل، كترويجهم لفكرة المثليين مثلا بشكل خاص، تجد الموضوع هذا دارج عندهم بشكل عجيب. يعني يرسل لك فيها رسائل ظاهرة بصورة مباشرة، أو يرسل لك فيما بين السطور، فيروج المثليين بأنه يلبس شعارهم مثلا العلم حقهم أو الألوان اللي هم اشتهروا فيها. وهذا يعني أعظم الخطر، أنه يكون أمر مخالف للفطرة بشكل عام. نعم. والمشكلة في هذا الموضوع أن كثيرا من هؤلاء المشاهير يتابعونهم الفئة اللي هي الفئة العمرية الصغيرة، أو الشباب أو صغار السن، فبالتالي ترسل لهم أفكار بشكل مباشر أو غير مباشر، فتترسخ في عقولهم ويكبرون معها. وكما ذكر المثل المرء الشاب على ما
نعم. نعم. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، أو يعني بما معنى الشاعر. نعم. نعم. وأيضا في هذا قد تنطلي حيلة على البعض ويدخل غرور إلى نفسه فيقول لك أنا مدرك لما أشاهد، وأنا واعي، وأنا مسيطر على أفكاري، ويعني المحتوى اللي أتابعه أعرف مداخله ومخارجه. فنقول أنه في هذا قد تصل إليك صورة مبطنة أنت لا تعلم عنها، وإذا كنت واعي للصورة الظاهرة والصورة المبطنة فكثرة المتابعة وكثرة الدوام والاستمرار على متابعة هؤلاء الأشخاص يؤثر. أنت قد يعني تعتقد أنها غير مؤثر لك لا ظاهريا ولا باطنيا، لكن مع دوام الاستمرار ومع المتابعة ومع هذا يؤثر لك بصورة غير مباشرة. نعم. وعلى ذكر وصعيد المنصات التي تقدم المحتوى الغير هادف أو المحتوى السيء الذي يتخلل إلى أذهان الجميع بشكل غير مباشر، هي منصة نتفليكس، المنصة التي تحتوي على الكثير من المسلسلات والأفلام التي اشتهرت بشكل كبير جدا، خصوصا فترة الحظر وكورونا الفترة الماضية. الكثير من الناس جلسوا في بيوتهم، وبالتالي ما شاء الله هذه المنصة اشتغلت بشكل كبير. ومشكلة هذه المنصة أنها تزرع في نفوس الأطفال والشباب بعض الأفكار بشكل غير مباشر، وهو خطرها أعمق وأكبر من الرسائل المباشرة. تزرع بشكل غير مباشر يعني قضايا كثيرة، يعني لو ذكرناها مثلا مثل قضايا المثليين كما ذكرت، الشذوذ الجنسي، تمجيد إسرائيل وغيرها من القضايا التي يعني ليست من قيمنا ولا مبادئنا التي في مجتمعنا. لا شك. بالمناسبة نتفليكس ارتفعت مشاهداتهم واشتراكاتهم في فترة الحجر. صحيح. كون الناس يعني تحتاج إلى شيء تتابع في التلفزيون. صحيح. على كل نقول أنه ما كل مشهور يتبع. ما هو بكل من صعد على الشاشة وصعد قمة السوشيال ميديا التي أنا وإياك والعاقل من البشر لا يعتبرها قمة لما وصلها من سفاسف البشر، ما كل من وصل إليها أصبح قدوة وأصبح يحتذى به. وهذا ظاهر. يعني أنت لو دخلت الآن السوشيال ميديا، السناب شات ولا الانستغرام ولا أي شيء، تجد في كثير من المتابعين يتابعون ناس يعني صدق انك تضحك يعني لتفاهة عقولهم وركاكة افكارهم. نعم. فما كل مشهور متبع. نعم صحيح. هذه لعلنا نجعلها قاعدة هذه الفقرة، ما كل مشهور متبع. نعم. أيضا يعني في الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال، وركز في هذا الحديث سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الزمان قبل أكثر من 1400 سنة. وصف لنا أشخاص كأننا والله نقول النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهو لم يراهم، ولكنه لا ينطق عن الهوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وهذا ظاهر في مجتمعنا، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في أمر العامة. وعندما نذكر أمر أو قضية السوشيال ميديا نجد هذا الحديث ظاهر تماما. تجد أن التافه الذي ليس لديه محتوى أصلا يتكلم في أمور العامة وفي أمورهم الحساسة، وربما تهور وزاد في تفاهته حتى يدخل في أمور الدين، وهذا البلاء العظيم. نعم. وتجده في هذا يتصدر المجالس. نعم. وكما قال: إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس. فهو فعلا لا خير في من صدرتهم لنا السوشيال ميديا من جميع أنحائها. فتجد فيها يعني أنا أعتقد أنه لو تعب هذا المشهور أو يعني فكر شوي قد يكون هادف وقد يكون صاحب محتوى. ما هو من الصعب أنك تكون صاحب محتوى. الكتب في هذا كثير، والنت في هذا يطلع لك اللي تبي. ممكن أنت تدخل بضغطة زر تخرج معلومات يعني خلاصة علماء وخلاصة أدباء كثير، فتبحر في هذا تتكلم فيه، بدل ما أنك قاعد تصور لنا أشياء ما لها قيمة ولا لها نفع في المجتمع. يعني أذكر من هؤلاء مثلا الأخ نايف حمدان. أنا أعتقد المحتوى جيد ومناسب لجميع الفئات العمرية، لأنه يسرد لك القصص التاريخية على مر العصور بأسلوب سهل وأسلوب عربي عامي قريب إلى البشر، قريب إلى العامة، وسهل الفهم وبأسلوب مضحك. فأنت تأخذ القصص التاريخية ينتج عندك قاعدة تاريخية تقدر ترجع لها وتكون فاهم في تاريخك أو تاريخ العرب بشكل عام بصورة سهلة. فأنت ما تمل اليوم تتابع. صحيح. بصورة عامة. أيضا في ذكر
إيجاد المحتوى الهادف. أنا أعتقد أنه المشهور عندما ينظر إلى طريقة شهرته أنها بشكل تافه، فلا ينتج عنه يعني ما في الحافز اللي يخليه يعني يبحث عن محتوى هادف ويتثقف ويعني يبحث عن الفائدة للمشاهد. هو يبحث عن الفائدة لنفسه، فأكبر فائدة للمشهور هي المشاهدات، وبالتالي ينتج عنها اعلانات، وبالتالي ينتج عنها ربح مادي. فبالتالي لماذا انا اتعب نفسي في الثقافه وانا انسان تافه؟ هو يقول بنفسه انا انسان تافه، وهذه التفاهه وصلتني الى هذه المرحله، فلا باس. مستمعينا الكرام، الى فقرتنا القادمه وحول العالم. بسم الله. طيب، دخلنا أجل الفقرة الثانية يا عبد الرحمن، وهي فقرة حول العالم. لو قلنا نستفتح هذه المرة بدولة من أهم وأكبر دول العالم، وهي دولة الهند. وهي أكبر دولة وهي من أكبر دول العالم من حيث المساحة. في ذكر دولة الهند سبحان الله تجد أن دولة الهند من الدول المثيرة للاهتمام والمثيرة جدا، كونها من أكبر دول العالم سواء من حيث المساحة أو من عدد السكان. فكما ذكرنا هي أكبر الدول من حيث المساحة، إذ يبلغ يعني من ناحية المساحة هي من أكبر الدول وليست أكبر دولة. وتتفوقها في ذلك الدولة روسيا. ولعلنا في ذكر عدد السكان نذكر الصين، وهي الدولة الوحيدة التي عدد سكانها يفوق عدد دولة الهند. الصين عددهم الصين عددهم مليار و400 مليون وكسور 412 مليون، ونجد دولة الهند تأتيها في المرتبة الثانية مباشرة مليار و366 مليون. يا ساتر الله، أرقام مخيفة. طبعا وجود هذا الرقم في دولة واحدة يحتم عليهم أنهم يكونون يتعايشون مع جميع الأعراف والأطياف والديانات. وهذا منتشر عندهم. يعني عندهم الهندوسية تقريبا 79% من الشعب الهندي يعتنقون الديانة الهندوسية، وعندهم 14% مسلمين والبقية مسيحيين. وتوجد أيضا ديانات أخرى في من يعبدون البقر ويعبدون النار وما إلى ذلك. طبعا أيضا هناك العديد من والكثير من الديانات والأعراق فيها نسبة من المسلمين لا بأس بها، أيضا فيها نسبة من المسيحيين والديانات الأخرى كمن يعبدون البقر أو النار، والكثير من مختلف الديانات. يعني العدد الكبير هذا لا شك أنه سوف يعود بديانات وأعراق وثقافات مختلفة. أيضا العدد الكبير يولد غير الديانات عادات وتقاليد مختلفة. صحيح. كبر الهند يعني من أقصاها من جنوبها إلى شمالها مستحيل أنهم يتفقون كلهم في عادات معينة في الزواجات. صحيح. مثلا أو في الأعياد أو ما إلى ذلك، أو في التعارف بينهم. فشيء جميل أعتقد للشخص الهندي أنه يشوف شخص من نفس جنسه لكنه بتقاليد وثقافة مختلفة. شيء مثير للاهتمام صراحة. صحيح. أيضا عرف عن الهند كونها تقع في منطقة تكثر فيها الأمطار والأجواء الجميلة، عرف عنها أنها خضراء ممتلئة بالمزارع والخضار، وهو بما لا شك أنه مريح للعين. سبحان الله، يعني عندما تزور الهند يعني مناظرها الطبيعية التي خلقها الله عز وجل في هذه المنطقة بالذات تجلب للنفس السعادة والراحة. وبطبيعة الحال النفس يعني تميل إلى الجمال والخضار والطبيعة بعكس الصحراء والأماكن القاحلة. نعم. أذكر في هذا أنا كنت بالمناسبة أنا زرت الهند لمدة 6 أشهر. جميل. درست فيها لغة. على العموم أذكر أني كنت منتقل من مدينة إلى مدينة أخرى. جميل. وكنت في القطار يعني أرى أنا طبعا ما كنت أشوف من مدينة إلى مدينة إلا تراب ولا صحراء قاحلة. نعم. فانتقلت من مدينة إلى أخرى، وطول الطريق أنا أعتقد أني ما بعد طلعت من المدينة، لأني كنت أشوف خضار وجمال وساحات خضراء وجبال خضراء وعجب عجاب. وكأني في اللحظة هذيك يتمثل أمامي قول أحمد شوقي: تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، الشمس حولك والنجوم اهتزتا لروائع الآيات والأخبار. فكان يعني صراحة من الأشياء اللي تخلد الذاكرة وما تنسى الجمال الطبيعي في الهند. الله، أجل رحت الهند يا عبد الرحمن؟ أي كنت فيها لفترة. طيب، في ذكر الطبيعة والجمال والخضار، أيضا هذا الجمال بحد ذاته لا يتعارض مع وجود معالم تاريخية ومعالم معمارية سطرها التاريخ وانتشرت بين
العالم وجيلا بعد جيل. من أشهر هذه المعالم ألا وهو معلم تاج محل. هذا المعلم الذي يعتبر تحفة معمارية كبيرة ومن أرقى الأمثلة على العمارة المغولية. نعم. نعم. وهو دمج كما هو ظاهر دمج بين الطراز الإسلامي والمعماري والفارسي والتركي والعثماني، وله قصة شهيرة في هذا، أو قصة تاج محل نفسه، أنه كان للمغولي شاه جهان جميل. التي ماتت له زوجته وهي تلد ابنه الرابع عشر. ما شاء الله رقم كبير 14 ابن. على العموم قبل لا تموت أوصته أنه يبني لها ضريح يدل على حبه لها ويكون مشهور في جميع أرجاء العالم. فكانت هذه قصة هذا المبنى اللي هو تاج محل، وكان يرمز طبعا عندهم إلى الوفاء والحب وما إلى ذلك. نعم. أيضا هذا الصرح المعماري كما ذكرت عبد الرحمن هو وصية من زوجته الأميرة المسلمة ممتاز، وكانت قد كتبت له، يعني وصت له في الوصية الزواج أن لا يتزوج امرأة بعدها عند وفاتها. يعني انظر إلى شدة الغيرة للنساء، حتى بعد وفاتها لا ترضى أن زوجها يتزوج عليها، مع أنه هذا يعتبر من أبسط حقوق الرجل. ما علينا، نعود إلى هذا الصرح العظيم. الأمير كما ذكرت عبد الرحمن اللي هو المغولي شاه جهان كان حزين جدا لوفاتها. هو أيضا يحبها حبا جما، حتى أنه بعد سنتين من وفاتها بدأ بتنفيذ وصية هذه المرأة، أنه كان في هذه السنتين حزين جدا. عجيب. سنتين جدا ما عرف يبدأ في البناء. نعم، يبدأ والله في البناء. بس السنتين يعني رقم كبير صراحة. رقم كبير، يعني تتكلم عن السنة الواحدة 365 يوم ضربها في 2. أدبلها. نعم، هذا أمر الواحد سبحان الله تموت زوجته يعني شهرين 3 ويبدأ ويتزوج. طبعا بعد ما انتهت السنتين هذه عاد إلى رشده وبدأ بجمع الرسامين والنحاتين والمهندسين المعماريين من شتى أنحاء العالم حتى يبني صرح عظيم يخلد في التاريخ، وهذا ما حدث بالفعل. طبعا يذكر في هذا أنها كان مزار للسياح. جميل. لدرجة أنه في عام 2015 زار تاج محل أكثر من 10 مليون زائر من حول العالم، وهو رقم كبير صراحة. واستغرق بناؤه 22 سنة ليصل إلى الصورة التي هي معروضة الآن، وهي الصورة التي وصل إليها اليوم، وهو مبني كامل من الرخام الأبيض. منظره جميل والله حقيقة. ما أذكر نعم توغلت فيه لهذا الحد. واكتمل بناؤه تماما في عام 1653. نعم. أيضا يا عبد الرحمن ما شاء الله كونك يعني مهندس، التفاصيل الدقيقة في هذا المبنى سبحان الله تجد أنها يعني واضح الشغل كان متعوب عليها جدا. يعني أنت تتكلم عن عمل ما يقارب 22 سنة. يعني الآن نجد في بعض المشاريع لا تأخذ أكثر من 3 سنوات و4 سنوات. هذا الكلام قبل سنوات عدة وبالدقة هذه واستغرق عمله 22 سنة. هذا طبعا كلام كبير. الحديث عن تاج محل لا ينقضي. لو استرسلنا طبعا في حديثنا عن تاج محل نحتاج يعني حلقة كاملة، وممكن نحتاج حلقات ومواسم بأسرها عشان نوفيه. نعم. دعنا ننتقل إلى أحد المعالم الأخرى في الهند، وهو المعلم الكبير وهو المسجد الجامع. اسمه هكذا المسجد الجامع. يعتبر هذا المسجد من أكبر مساجد الهند على الإطلاق، ومنشآته في الهند تعتبر من آيات الفن في التاريخ المعماري الهندي. وبالمناسبة ولا أقطع كلامك، يقال أنه سمي بمسجد الجمعة أو المسجد الجامع، واختلف في هذا جميل أصحاب التاريخ. وأيضا هو يقع في مدينة دلهي ويتسع ل25,000 مصلي، يعني رقم كبير صراحة وحجم واسع من المسجد. وصاحب البناء صاحب المسجد هذا هو نفسه المغولي شاه جهان صاحب بناء ضريح تاج محل اللي بناه لزوجته. نعم. جميل. كما ذكرت عبد الرحمن انه احدى اسماء المسجد الجامع هو مسجد الجمعة. مسجد الجمعة. نعم. وايضا لعلنا نذكر معلم اخر من معالم الهند الشهيرة، الا وهو معلم بوابة الهند، ولعلك تذكر لنا بعض التفاصيل في هذا المعلم اخوي عبد الرحمن. Gate away of India. نعم. بوابة الهند. نعم. هذا الباب هذا يا عبد الرحمن لا إله إلا الله من أشهر المعالم التاريخية في المدينة، وهي تعد نصبا تذكاريا، لأن آخر القوات الإنجليزية
حين خرجت مع نهاية الاستعمار من الهند خرجت مع هذا الباب، فكان حدث تاريخي لهم أن خلاص نهاية حقبة الاستعمار وبداية حقبة الاستقلال، فلذلك سمي ببوابة الهند الشهيرة، وكان معلم تاريخي لهم. نعم. بالمناسبة يا عبد الرحمن لو توغلنا أيضا في طباع الهنديين نفسهم تجد أن فيهم طيبة عجيبة. أنا أذكر يوم كنت عندهم كنت أعايشهم وأتساهل معهم، ويعني في سلاسة في التعامل فيما بينهم، ما تجد أن فيهم ثقل أو فيهم يعني ضغينة، تجدهم سلسين في التعامل ومريحين فيه، وهذا شيء جميل جدا. لولا صراحة من الأمور المزعجة في الهند هي قضية النظافة العامة في الشوارع أو في البيوت أو ما إلى ذلك، تجدهم غير حريصين كل الحرص على هذا، وهو يعني شوي يعني مزعج كونك تكون في مدينة تجد فيها القاذورات في كل مكان وهذا، لكن يغطي هذا كما ذكرنا الجمال المعماري والجمال الطبيعي والمعالم الأثرية وما إلى ذلك. طبعا لا شك عبد الرحمن عدم الاهتمام بالنظافة نتيجة للفقر في بعض المناطق هناك، فنجد أنه نعم. الهند مليئة بالمناطق التي تعاني من فقر شديد جدا. حتى أنا أذكر في أحد الشباب ذهب إلى الهند فذكر لي أنه لم يتصور أن الفقر وصل في الهند في بعض المناطق إلى هذا الحد. طبعا الأخ الذي ذهب إلى هناك يعمل ما شاء الله في المجال الدعوي في بناء المساجد وحفر الآبار، فهو ذهب إلى هذه المناطق التي محتاجة إلى هذه الأماكن. ممكن أنت بحكم دراستك ما عاشرت هؤلاء الناس، ولكن استغرب قال كيف أنني أنا وهؤلاء الناس على كوكب واحد من شدة الفقر. فطبيعي هؤلاء الناس يعني لا تجدهم مهتمين بموضوع النظافة بشكل كبير. جميل. للحديث بقية مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريته دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائز ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا.
حياكم الله مستمعين الافاضل، عدنا لكم في هذا البرنامج الشيق، برنامج ساعة الشباب. هذا البرنامج الذي ياتيكم من كل اسبوع في يوم الخميس في الساعة 4 تماما. طبعا سوف نتكلم في الفقرة القادمة اخوي عبد الرحمن عن التقنية، وسوف نتكلم باذن الله عن مؤتمر ابل. ابقوا معنا. طيب، كما هو معتقد في مؤتمر ابل، كشفت ابل عن ايفون 13 والايباد الاقتصادي والايباد العادي، وتكلمت ايضا عن الجيل السابع من ساعات ابل. نعم، ايضا كالعاده اخوي عبد الرحمن، المؤتمر بدا بذكر طبعا الشخص الذي يقدم مؤتمر ابل هو تيم كوك المعروف، والذي استعرض ببعض الاماكن الجميله في كاليفورنيا، والتي يعتبرها ملاك شركة أبل أنها المدينة أو المنزل، ويذكرون عنها أنها ذا هوم، يعني أو المكان الذي ينطلق منه. نعم. وأيضا انتقل بعدها للحديث عن منتجات أبل من أفلام ومسلسلات التي ستكون من إنتاجهم وتظهر في أبل تي في. نعم. قبل أن نتكلم عن الأيباد، تكلم تيم عن نجاحات الأيباد الكبيرة ومزايا الأيباد برو، مثل الشاشة والمعالج الجديد معالج M1، والذي بالمناسبة أيضا طبق على أجهزة الماك والماك بوك برو ويعني أجهزة الماك بشكل عام. نعم. وأيضا نظام الآيباد OS، مما حقق تقريبا 40% في نمو المبيعات في الآيباد وأجهزة الماك بعدما أطلقوا هذا المعالج الجديد معالج M1. وانتقل بعدها الحديث عن الآيباد الجديد، وقال أنه سيأتي بمعالج A13 الخاص بايفون 11، واللي بالمناسبه بيكون اداؤه افضل 20% من الجيل السابق له، واداء 3 مرات افضل من اجهزه كروم بوك، و6 مرات افضل من اشهر اجهزه الاندرويد اللوحيه المبيعه، داخل بقوه كوك. نعم. ايضا بطبيعه الحال في اجهزه ايباد حدثوا الكاميرا الاماميه لتصبح بقوه 12 ميجا بكسل، وبزاويه ايضا واسعه تتسع ل 122 ميجا بكسل، ودعم ميزه السنتر ستيج والتي يهتم بها الطلاب، وهذه الميزه التي تركز على مكالمات الفيديو والتركيز التلقائي. وايضا حدثوا الشاشه لدعم تقنيه الترو تون، ودعم الجيل الاول من قلم ابل، القلم المعروف في الايبادات، وايضا لوحه المفاتيح الذكيه. وانتقل بعدها ذكر فيها اسعار. نعم ايضا ذكرت شركه ابل ان الاسعار سوف تبدا بنفس الاسعار التي بدات بها للايبادات السنه الماضيه، الا وهي من 329 جيجا، $329 للجهاز 64 جيجا. جميل. وانتقل بعدها الحديث عن الجهاز المهجور ايباد ميني، وذكر انه طور في تصميم الشاشه وتقليل الحواف ليصبح 8.3 بدلا من 7.9 القديم، بدون تغيير في الابعاد، يعني مع بقاء الابعاد نفسها، وتحسن في الرسوميات بنسبه 80%. ولم تكشف ابل عن اسم المعالج، لكن موقعها يوضح انه A15. واماميا اخوي عبد الرحمن تم توفير كاميرا الايباد نفس الكاميرا السابقه، التي هي بقوه 12 ميجا بكسل وبزاويه 122 ميجا بكسل. ايضا اضافوا فيها تقنيه السنتر ستيج التي فيها تركيز تلقائي ومكالمات الفيديو. الايباد ميني 2 يدعم الجيل الثاني من قلم ابل، وياتي بسعر يبدا بسعر $499، وسوف يتوفر بعد أسبوع من إقامة المؤتمر كما ذكروا. ولا شك أكيد أن أبل لم تنسى أن تظهر أنها صديقة للبيئة بهذا الجهاز وبحوافه وما إلى ذلك. قضيتهم المعروفة. أيضا تم الكشف بتحديد عن أجهزتهم الأخرى، تم الكشف عن ساعة أبل، ويعتبر من الأجهزة التي يرغب بها العملاء كثير. هذه الساعة التي تضم حساس لمحبيه الدراجات، تجعل الساعة قادرة على التعرف حين سقوطه من الدراجة، وأيضا حين وقوع بعض الحوادث لأصحاب السيارات. نعم. وأيضا أضافوا لها ميزة تقليل الحواف بنسبة 40%، وجعل الشاشة أكبر بنسبة 20% من الجيل السادس، و50% أكبر من الجيل الثالث، والغلاف الخارجي أصبح أنعم وأثرى. وبالحديث عن النسب المئوية، الشاشة أعلى من الجيل السابق ب 70% في الوضع التقليدي،
التي هي في ذراعك بالأسفل. وبالنسبة أيضا لتقليل الحواف فهذا يعني أن شاشة أكبر، بما يعني يعطيك مساحة أكبر وزاوية أكبر في الرؤية. طيب نكتفي بهذا مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل، وإلى آخر فقراتنا لهذا اليوم سبورتس. عدنا لكم مستمعينا الأفاضل ومشاهدينا الكرام، ومع آخر فقراتنا في هذه الحلقة وهي فقرة سبورتس أو الفقرة الرياضية. طيب. طبعا هذه الفقرة لا شك أنها من أقرب الفقرات قربا لقلوب الشباب، أكيد كون أن الشباب يهتمون برياضات بمختلف أنواعها، ولا سيما رياضة كرة القدم. طيب خلينا نبدأ بالبطولة الأهم على وجه المنافسات، دوري أبطال أوروبا أو الشامبيونز ليج. طلعت القرعة عبد الرحمن، تعليقك عليها؟ طبعا طلعت القرعة في قبل تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع أو أكثر، تقريبا شهر. شفنا المجموعات والفرق، وأعتقد أن السنة هذه راح يكون في شراسة كما تعودنا في هذه البطولة، كونها تضم نخبة الفرق في مختلف الدوريات الأوروبية. طيب لو سألتك بشكل أدق وأصرح، أقوى فرق المنافسة في المجموعات؟ هذه ما فيها كلام يا عبد الرحمن. أو أقوى المجموعات؟ المجموعة الأقوى، واللي طبعا أكيد إذا ما كانوا كل الجماهير فأغلب الجماهير يوافقون عليها، اللي هي مجموعة ليفربول، اللي تضم فريق ليفربول الإنجليزي، وفريق إي سي ميلان الإيطالي، أيضا فريق بورتو البرتغالي، وفريق أتلتيكو مدريد الإسباني. شوف كلها فرق متصدرة في دولها، وأيضا يعني لها تاريخ كبير. يعني نجد الليفر عنده ما شاء الله 6 أبطال، أتلتيكو مدريد وصل نهائي أبطال مرتين، ميلان عنده 7 أبطال، وبورتو لديه 4 أو 5 دوري أبطال أوروبا. يعني أعداد هائلة وكبيرة في دوري أبطال الفرق قريبة المستويات. نعم. ومتنافسة بشدة، عكس مثلا بعض المجموعات مثل مجموعة السيتي وباريس ولابزيج وبورج. يعني أعتقد يتضح لك من خلال ذكر الأسماء. صحيح. الصدارة بتكون للسيتي وباريس، يعني تقدر تقول ما فيها منافسة المجموعة، يعني سيتصدرونها بلا أدنى شك. صحيح. بلا فارق يعني من بياخذ منهم المركز الأول. صحيح. وبالمناسبة وصلوا أصلا اثنين هم السيتي وباريس إلى نصف نهائي المنافسة في الموسم الماضي. نعم. وبالحديث عن باريس سان جيرمان، هذا الفريق الذي حصل على تعاقدات، يعني لو تشوف تعاقداتهم كانت كلها بالمجان، ولو تقول أن الفريق أنفق ما يقارب ال 500 مليون دولار، يعني لو فرضنا افتراضا أن الفريق الباريسي صرف ما يقارب ال 500 مليون دولار أو رقم هائل، لا ما استغربت. فما بالك أنهم أخذوا كل هذه التعاقدات بالمجان ما عدا صفقة واحدة. طبعا البحث عن الصفقات جلبوا اللاعب الكبير والتاريخي العظيم الذي ما في شخص ما يعرفه، سواء محب لكرة القدم أو غير كرة القدم، اللاعب الشهير ليونيل ميسي. أيضا يليه اللاعب الكبير أيضا راموس، ثم دوناروما، ثم وينادوم، وأيضا اللاعب العربي المغربي أشرف حكيمي. هذه كل التعاقدات لم يصرفوا إلا في لاعب أشرف حكيمي، أما بقية اللاعبين جلبوا بالمجان. فتستغرب في استقطاباتهم في هذه السنة. نعم. طبعا وأكبر الخاسرين في هذا هو للأسف فريق برشلونة. نعم. اللي أصلا ما بدأت معاناته منذ فترة طويلة، من ريمونتادة روما انتقالا إلى ريمونتادة ليفربول وخروجهم من باريس السنة الماضية، مع وجود ليونيل ميسي وهو نجمهم الأول ونجم الفريق التاريخي. أصبحوا الآن بدون ليونيل ميسي، الإدارة معقدة والمدربين في تغيير، والفريق بدون ميسي، ومآلهم إلى شر كما صحيح. هو ظاهر. صحيح. ونذكر بالأمس مباراتهم مباراتهم مع بايرن ميونخ اللي انتهت 3-0، كانت مباراة يعني فظيعة. نعم. أيضا يعني بالحديث عن ضعف برشلونة أدى ذلك إلى كما ذكرت إلى سوء النتائج، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي. والصعيد المحلي لا يتضح فيه ضعف الفريق كما يتضح في المنافسات الخارجية والقارية مثل دوري أبطال أوروبا، لأنه يجتمع فيها نخبة الفرق. فظهر بصورة سيئة جدا، وللأسف يعني لو احتسبناها أنها عقدة، فهي العقدة لم تحل بعد، وهي عقدة البايرن، والفريق الذي زي ما تقول أصاب برشلونة في مقتل في الموسم الماضي، وأيضا يعيد ويكرر نفس الكرة الموسم الحالي ويضربه ب3-0. طبعا لو حللنا هذه المباراة فنجد أن
دعنا نقول الخطأ الأول الذي دخل فيه المدرب الهولندي كومان المباراة، دخل ب3 قلوب دفاع هم بيكيه وإيريك غارسيا واللاعب الشاب أراوخو. نعم. ودخل بتشكيلة الخمسة 3-2، وهو ما يعتبرها كثير من المشجعين والمحللين أيضا أنه من أكبر الأخطاء التي دخل فيها كومان، كأنه يقول أنا أريد أن أدخل في هذه المباراة بأقل الخسائر، فبالتالي أغلق المنطقة الدفاعية قدر المستطاع، ألعب بمحورين، أتراجع قدر المستطاع، مع أن المباراة كانت في ملعبه، ولكن هذه واضحة كانت نية المدرب من بداية المباراة ومن التشكيلة. 3 قلوب وظهيرين ومحورين متراجعين، ومع ذلك انهزم بثلاثة أهداف، وكلها ناتجة عن أخطاء دفاعية. هذا يعود كله طبعا إلى تكتيك المدرب اللي ما كان جيد. وسجل فيها ليفاندوسكي هدفين، ومولر هدف. مولر بالمناسبة تحبه شباك البرشا، سجل فيهم إلى الآن في المنافسة فقط 7 أهداف. أجل نقول هارد لك لجماهير برشلونة، ومبروك لجماهير البايرن ميونخ. ايش عندنا كذلك من طبعا لدينا في قمم الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لا شك القمة التاريخية التي تحمل الكثير من الذكريات، مباراة ليفربول والفريق الإيطالي AC ميلان، والتي انتهت بفوز الليفر مقابل انتهت بفوز الليفر 3 الليفر مقابل 2 للفريق الإيطالي، حيث سجل الظهير الأيمن أرنولد هدف ليفربول الأول، وبعد أن ارتطمت الكرة بمدافع ميلان ثم دخلت شباك مرمى AC ميلان. طبعا الخطأ في مثل هذه المباريات مكلف جدا، واللعب فيها على التفاصيل الصغيرة والحسابات دقيقة في هذا. نعم. ولا شك أيضا، ونختم بهذه الجملة، أن المثير في هذه المباراة أن مباراة الليفر وميلان هي مباراة تاريخية جمعتهم، آخر مباراة جمعتهم إحدى المباريات التي جمعت الفريقين نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2005، النهائي الذي عقد في إسطنبول وسمي بنهائي إسطنبول لأنه كان نهائي يعني شرس جدا. نعم. تقدم فيه AC ميلان 3-0، ثم عاد ليفربول بريمونتادا تاريخية وفاز باللقب. نعم. مستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من ساعة شباب. كنتم رائعين. أخوي عبد الرحمن، أشكرك جزيلا على التقديم معي في هذه الحلقة. شاكر لك عبد الرحمن. الله يبارك فيك. كونوا معنا أعزائي المشاهدين في نفس الموعد في الأسبوع القادم إن شاء الله. نقول أنس وصحاب في ساعة شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا.